رقم واحد بس قادر يكشف كفاءة استهلاك الطاقة في الداتا سنتر. الرقم ده هو البي يو اي، الباور يوسج افكتفنس. يعني ببساطة هو عبارة عن نسبة الطاقة الكاملة اللي بتدخل للمنشأة للطاقة اللي بيتم استهلاكها للاي تي. المعادلة سهلة جدا. البي يو اي بيساوي التوتال فاسيلتي انرجي على الاي تي ايكويبمنت انرجي. التوتال فاسيلتي باور هي كل الطاقة اللي بتدخل مركز البيانات من التبريد والإضاءة وأنظمة توزيع الطاقة. الاي تي ايكويبمنت باور هي عبارة عن الطاقة اللي بتستهلكها السيرفرات والتخزين وأجهزة الشبكات. لو البي يو اي بيساوي 1 ده هيكون معناه إن كل الطاقة بتروح دايركت لمعدات الاي تي، ودي كفاءة مثالية ومستحيل تحصل في الواقع. ليه البي يو اي أصلا مهم؟ أولا بنش ماركينج، بتقدر تقارن أداء الداتا سنتر بتاعتك بالمعايير العالمية. ثانيا كوست كنترول، كل ما بيقل البي يو اي كل ما قلت الطاقه المهدره وقلت التكاليف التشغيليه. ثالث حاجه السستينابيلتي، تقليل البي يو اي بالتبعيه بيكون معاه خفض انبعاث الكربون. النقطه الرابعه الكونتينوس امبروفمنت، متابعه البي يو اي بتخليك في تطور مستمر. امتى البي يو اي يكون كويس؟ لو مراكز بيانات قديمه البي يو اي ممكن يكون اكتر من 2. داتا سنتر كفاءتها عاليه البي يو اي ساعتها ممكن يكون 1.3 لحد 1.7. الداتا سنتر العملاقه البي يو اي ممكن يوصل 1.2، بس ده بيحصل بظروف تبريد وفري كولينج مش متوفر عندنا نهائي في الشرق الاوسط، زي الداتا سنتر اللي كانت مغموره بالكامل تحت البحر. ازاي نحسن البي يو اي؟ تحسين انظمه التبريد، بنستخدم الهوت والكولد ايل كونتينمنت او الفري كولينج، وده اكيد طبعا مش كونسيدرد عندنا بالشرق الاوسط. تحديث انظمه الطاقه زي اليو بي اس بكفاءه عاليه. مراقبه وتحليل الطاقه بشكل لحظي لاكتشاف اي هدر. صيانه دوريه لانظمه التبريد والكهرباء. الخبراء بيأكدوا دايما على متابعه البي يو اي باستمرار، مش مجرد مره واحده بس. ستاندردز زي التي اي اي والبيكسي وكذلك التايم انستيتيوت كلهم بيشددوا على القياس الدقيق ومتابعه البي يو اي باستمرار. تعالوا نتناول مثال واقعي. لو مثلا عندنا داتا سنتر البي يو اي فيها 2، معناها ان نفس كميه الطاقه اللي بتشغل الاي تي لود بتروح لتشغيل التبريد والاضاءه واجهزه تانية. لو في الداتا سنتر دي هنحسن الكفاءه ونشتغل عليها لحد ما توصل 1.4، ده هيكون معناه توفير ملايين في تكلفه الطاقه السنويه، وده هيقلل التاثير البيئي بشكل كبير جدا. البي يو اي مش مجرد رقم، ده مؤشر حي على كفاءه عملياتك التوفير والاستدامه. كلموني عن تجربتكم مع البي يو اي في الداتا سنترز اللي شغالين فيها والتحديات اللي بنواجهها في الشرق الاوسط مع البي يو اي على وجه الخصوص. تابعوني علشان هتكلم في مواضيع مهمه جدا الفتره الجايه.